وبعد الزحمة واللحمة نعمل حبة رز كده يرطبوا على قلوبنا. حبة رز بلبن حاجة كده جميلة جدا، والطعم حكاية. وانتوا شايفين المنظر بنفسكم، المنظر بيتكلم. ويلا هنا هنبتدي على طول. معانا حلة على البوتاجاز، وهحط 2 كيلو لبن. هاخد نصهم، ده اللبن ده انا غلياه وكنت سايباه. وهاخد نص ال2 كيلو، 2 كيلو لبن هاخد نصهم واروح حطاهم في الحله واسيب النص التاني. معايا كوبايه رز، كوبايه رز مصري عادي غسلاها وهحطها عليها، مش نقعاها ولا اي حاجه. وهقلبهم كده مع بعض. والرز بلبن يا ست الكل لازم يتقلب على طول، ايديكي فيه حتى لو بتعملي حاجه في المطبخ برضو راحه جايه تقلبي فيه. هنا انا سايبه النار عاديه خالص، عاليه عادي لغايه ما شرب اللبن. الرز شرب اللبن رحت هديت. هفضل بقى مهديه على الرز شمع، وطول ما انا بقلب فيه برضو الرز متهد عليه. هحط هنا كوبايتين ميه سخنه وافضل اقلب فيه. يبقى احنا حطينا نص اللبن وحطينا ميه سخنه كوبايتين، وبرضو مهديه شمعه، وهسيبه على نار هاديه لغايه ما يستوي ويشرب لي اللبن والميه. كده خلاص الرز معايا استوى وشرب اللبن والميه، وانا مهديه عليه. هحط اللبن الباقي اللي هو باقي ال2 كيلو، وهقلبهم كده واحط المكونات بقى التانية. كده يعتبر استوى ومية ومية، مش ناقصه الا السكر والحاجات اللي احنا هنحطها. هحط هنا كوبايه سكر. انت السكر ده حسب راحتك، انت كتري تنقصي في ايدك انت براحتك زي ما بتحبي الحاجه ايه. انا حطيت كوبايه وطلع مظبوط جدا جدا معايا. ومعلقتين كبار كريم جانتيه خام، بيوديلك الرز بلبن في حته تانية، يعني اكنك بتاكلي رز بلبن بالايس كريم. معلقتين كبار خام. وهحط برضو معلقتين كبار لبن بودر، برضو بيعزز لي الطعم جدا جدا. و2 فانيليا، عايزة تحطي فانيليا سايبة حطي نقطتين. كده المكونات كلها تعتبر خلصت، بس في مكون تاني ده اختياري براحتك انتي، لكن كده الرز بلبن طالع تمام مية مية معاكي. اعمليه بنفس الطريقة وهتاكلي احلى رز بلبن بالايس كريم. هنا بقى لبن مكثف كده هحط معلقة واحدة بس، ده اختياري يا ست الكل، ما تحطيش براحتك انتي، بس بيعزز لي الطعم برضو وبيديله لون حلو قوي قوي. وهقلبهم كده وخلاص تعتبر الرز بلبن كده عندي استوى وبقى جميل، ولا خفيف ولا تقيل. انتي متهيألك ان هو بيبقى خفيف، لكن اول ما بتطفي النار عليه بيتقل معاكي. ما تخلوش تقيل قوي معاكي، عشان كده كده بيتقل في الطبق. خلاص كده خلص معايا. انا جايبه العلب دي، علب الرز بلبن كده من بره، وهغرف فيه. بصوا القوام، يعني تحسي ان هو خفيف معاكي وتقولي لا ده انا ارجعه النار، لا. هو كده مسافة ما بيتحط في العلب بتبصي تلاقيه تقل وبقى حلو جدا، بعد ربع ساعة بتاكلي منه جميل. وهنغرف الرز بتاعنا، احلى رز بلبن ممكن تاكليه، والطعم ولا اشهر محلات بره. انا سبته هنا على المطبخ، مش هغطيه، ما تغطيش رز بلبن وهو سخن خالص. سيبيه كده لمدة ربع ساعة 10 دقايق، وسيبيه كده على المطبخ، وبعد كده حطيه في التلاجة وطلعيه غطيه. انا ما لحقتش احطه في التلاجة، انا سبته كده على المطبخ لاني كنت لابسة ونازلة، فما لحقتش احطه في التلاجة. فبصي تقل ازاي، والله زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، ما لحقتش احطه في التلاجة. لو حطيتيه في التلاجة بقى وطلعتيها هتحسي الكرمشة بقى اللي احنا بنشوفها كده في العلب واحنا بنشتريها، الكرمشة بتاعتها ده من التلاجة. انا ملحقتش احطه. بصوا المنظر، وبصوا، ولا يا سلام، تعالوا دوقوا الطعم بقى.
تعالوا دوقوا الطعم عامل ازاي. الطعم حكاية، احلى حبة رز بلبن ممكن تعمليهم في البيت، وجميل جدا، ولا اشهر محلات ولا اكبر محلات بره. عايزة تحطي بقى ايس كريم على في العلبة كده، ايس كريم فانيليا، ايس كريم براحتك انت اللي انت عايزاه، بيبقى طعمه حكاية زي ما بنشتريه من بره بالظبط. بصوا اللون، والله العلب بتتكلم على نفسها، يا بتتكلم من نفسها. حاجة كده من الآخر، وجميل جدا، بسم الله ما شاء الله. اعمليه في البيت يرطب على قلوبنا في الحر اللي احنا فيه. وما تنسونيش في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.